السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهاردة ان شاء الله معانا ميزانية جديدة. معانا النهاردة ميزانية 150 جنيه ان شاء الله هنقسمها مع بعض. تمام، بس الميزانية بتاعت 150 جنيه دي يا جماعة هتكفينا فراخ ولحمة طول الاسبوع. تمام، تعالوا نشوف الميزانية ماشية ازاي، نظبطها مع بعض. يلا. قبل اي حاجه نسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. رد عليا يا حبايبي في الكومنتات. تمام، يلا بينا كده ندخل في الميزانيه بتاعتنا. بصوا معايا 150 جنيه يا جماعه، هعمل فيهم ايه بقى؟ خليكم معايا. تمام، هنحطهم كده على جنب. بصوا يا حبايبي، هنقسمها ازاي كالاتي. هنقسمها على 3 اجزاء. تمام، هنجيب ربع كيلو لحمه. تمام، ربع كيلو لحمه مفرومه. وهنجيب ربع بانيه. تمام، وهنجيب اجنحه. لو انتوا عندكم يا جماعه امكانيه ان انتوا تجيبوا مثلا نص كيلو، مفيش مشكله جيبوا. نص كيلو بانيه برضو جيبوا، مفيش مشكله. عندكم امكانيه تجيبوا فراخ جيبوا. تمام، كل واحد حسب ظروفه حسب امكانياته. تمام. طيب هنعمل ايه؟ بصوا يا جماعه، ربع لحمه ب70 جنيه. تمام، عشان طبعا لحمه مستورده الكيلو فيها ب250 جنيه. والربع بانيه تقريبا ب40 جنيه. ونجيب ب40 جنيه برضو ايه اجنحة او ب50. تمام، على حسب امكانياتكم وحسب ظروفكم. بص، اول يوم هنمشي ازاي، خليكم معايا. يوم السبت الميزانية بتاعتي ديت يا جماعة طول الاسبوع لحمة وفراخ. هنعمل ايه؟ بص، يوم السبت هنمشي كفتة زائد مكرونة. طب ازاي كفتة؟ ازاي بربع كيلو؟ بص يا حبايبي، هنجيب اللحمه مفرومه نفرمها. هنفرم معاها بصل ونفرم معاه فلفل. تمام، هنجيب نص كيلو بطاطس ونسلقه كويس جدا، وبعد كده نهرسها. نهرس ايه البطاطس مع اللحمه المفرومه. هنقلب كله مع بعضه، البصل والفلفل والبطاطس واللحمه المفرومه. هنحط عليها توابل وهتعملي احلى كفته في حياتك هتدوها في حياتك. تمام يا جماعه، وطبعا الكميه معاكي هتبقى ايه؟ هتزيد. تكفي مثلا ايه؟ دي تكفي اسره مثلا 5 افراد ولا حاجه، ولا 6 افراد. مش عايزه تحطي فيها بطاطس وعندك امكانيه ان انت تعمليها بلحمه بس، جيبي نص كيلو لحمه مفرومه مثلا واعمليها بالبصل والفلفل وكده وتبليها. تمام، واعمليها. طيب تاني يوم هنمشي ايه؟ هنمشي مثلا عدس شوربه. اللي هي شوربه العدس. طبعا احنا في البرد، وشوربه العدس دي مغذيه جدا جدا جدا. وهتجيبي ايه؟ هتجيبي ربع كيلو عدس وهتعمليها، هتبقى ما شاء الله عندك هتفرط كميه كبيره. وطعمه حلو جدا وايه، وبنفس الوقت كمان حلو قوي في الشتاء وفوائده كتير وبيدفي. تمام. طيب يوم الاثنين هنمشيه. هنعمل مثلا خضار ورز. طيب الخضار دي معاها فراخ ازاي؟ خليكم معايا. هنجيب ربع كيلو البانيه ده يا جماعه. تمام، هنقطعه قطع صغيره خالص. هناخد نصه. يعني نقسم الربع ده على 2. هناخد جزء كده هنشوحه بقى بايه؟ ببصل وفلفل وطماطم. تمام، بلاش تحط عليها طماطم، بالثوم والبصل والفلفل. تشوحها تشويحه حلوه كده، وتحط عليها التوابل. وبعد كده تقوموا جايبين مثلا ايه؟ بسله. طبعا بسله طلعت، بطاطس، اي خضار انتوا بتحبوه. البسله حط عليها جزر، حط عليها بطاطس، وحطوا شويه كده ايه من الفراخ ديت في قلب البسله، وحطها في الفرن ودوقوا طعمها يا جمالها. طعمها حلو جدا جدا جدا. واعملوا معاها شويه ايه؟ رز. تمام. طيب يبقى انا كده خدت ايه؟ حاجه بسيطه كده من البانيه، وقطعته ايه وشوحته بالفلفل والبصل والثوم، وقمت حاطه ايه شويه كده ايه طعمت بيه الخضار بتاعي. اعمل بقى بسله، اعمل كوسه، اعمل بطاطس، اللي انتوا عايزينه حطوا فيه ايه شويه من الفراخ دي. تمام. طيب يوم التلات همشي ازاي؟ طبعا دي ايه كده 3 وجبات عندي اهو. تمام، يوم التلات خليكم معايا. رابع يوم نمشيه بقى ايه؟ فول مثلا، بطاطس، نهرس بطاطس كده وبتنجان مثلا.
نخلي يوم شعبي كده. تمام، نمشيه فول وبطاطس وبتنجان. تمام معايا؟ طيب اليوم اللي هو الاربع هنمشيه ازاي؟ هنعمل مكرونه بشاميل. طب ازاي مكرونه بشاميل؟ عندنا جزء هنا يا جماعه من البانيه ده كنت سايباه على جنب. تمام، هقطعه برضو حتت صغيره كده، واقطع معاه فلفل، واقطع معاه بصل، بس نقطعه ايه، نفرمه في الكب عشان يبقى ناعم، ونشوحها بقى كده بالثوم والفلفل والبصل. تمام. هنعمل هنا المكرونه البشاميل بالفراخ. هتجيبي كيسين مكرونه كده، وتقوم حاطه عليهم ايه، البانيه ده. تمام، اللي هو الفراخ اللي احنا مشوحينها دي برضو، وتعمليها بالبشاميل اللي هتبقى بجد طعمها حلو قوي وهتوفر معاكي. تمام. مش عايزه تعملي بالفراخ، اعمليها باللحمه، جيبي ربع كيلو لحمه وحطيها. زودي برضو، حطي شويه بصل كده، مثلا ربع كيلو عليه ربع كيلو بصل، ربع كيلو فلفل. هتفرط معاكي وهتعمل معاكي صينيه ما شاء الله كبيره. تمام. طيب الخميس هنمشيه ازاي؟ بصوا بقى معايا، ممكن بقى نعمل مثلا ايه، كشري وبطاطس وبيض مثلا. تمام. هنجيب ربع كيلو عدس على الرز، ونحمر شويه بطاطس، ولو في امكانيه تجيب بيض، ما في مفيش خلاص. هو البيض اصلا ايام دي رخص، البيضه تقريبا ب5 جنيه ونص، كده الاول ب6 جنيه، دلوقتي الحمد لله رخص. ربنا يا رب يرحمنا ويسترها علينا يا رب. تمام. طيب اتبقى عندي اليوم الاخير. اليوم الاخير ده بقى اللي هو يوم الجمعه، هنعمل فيه ايه بقى يا جماعه؟ خليكم معايا. هنقوم جايبين بقى ايه، لسه عندي الاجنحه. انا دلوقتي عملت اللحمه المفرومه، وعملت ايه، البانيه. ده عملتها على وجبه، وده عملتها على وجبتين. اصبح عندي الاجنحه. هعمل ايه؟ خليكم معايا. هقوم جايبه بقى صينيه بطاطس حلوه كده، هعملها في الفرن بالاجنحه. صينيه بطاطس بالاجنحه ورز. تمام. همشي كده النظام ده زي ما انتوا شايفين معايا. صينيه البطاطس دي بقى يا جماعه هتفرد برضو معايا، هتبقى برضو ما شاء الله. جيبوا بقى مثلا كيلو بطاطس. البطاطس برضو الايام دي رخيصه، البطاطس بقت ب15 جنيه. اكتبوا لي برضو عندكم وقولوا لي مثلا الحاجه دي عندكم بكام. تمام. لان انا عندي هنا طبعا كل بلد بتختلف من مكان لمكان، يعني الاسعار طبعا بتختلف. عندي هنا البطاطس ب15 جنيه. تمام. اكتبوا لي برضو، شوفوا الاسعار عندكم ايه الحاجات ديت، واكتبوا لي، اكتبوها لي في الكومنتات. شفتوا بقى يا جماعه زي ما انا ماشيه كده النظام ده. تمام، امشي. وده طبعا افكار، عايزه تزودي زودي، عايزه تعملي حاجه تانية مفيش مشكله اعملي. كل واحده عارفه نظامها ايه، وعارفه يعني التزاماتها ايه واللي وراها ايه. تمام. ونمشي نفسنا كده يا جماعه، عشان ربنا ان شاء الله يسترها معانا، وما طبعا ما نتدينش ولا نتحوج لحد. ربنا يا رب يسترها معانا دايما يا رب، دنيا واخره. ودايما ندعي كده يا جماعه، واحنا بنعمل برضو نذكر ربنا وندعي علشان ربنا ان شاء الله يوفقنا كده ويسترها معانا في طريقنا. تمام. بص حبايبي معايا، انا قربت لكم برضو الكاميرا اهوت من الجدول بتاع الاسبوع، عشان برضو للناس اللي بتبقى محتاره في الاكل زي ما انتوا شايفين كده اهوت. تمام. اعملوا سكرين برضو عندكم عشان تبقوا ماشيين عليه. عايزين تغيروا حاجه مفيش مشكله، يعني براحتكم اللي انتوا شايفينه. عندكم اهو من السبت لغايه الجمعه اهوت، اهو زي ما انتوا شايفين. تمام. بحبكم جدا. اتمنى ان انتوا بقى يا جماعه برضو تعملوا لي لايك وتشتركوا عندي في القناه. وبشكر بجد حبايبي اللي دخلوا ونوروني في القناه عندي، بجد بشكركم جدا، نورتوا الدنيا كلها. واكتبوا لي برضو يا جماعه، اكتبوا لي لو انتوا مثلا عايزين اي ميزانيه، اكتبوا لي في الكومنتات، وانا هقول لكم الميزانيه اللي انا ايه اللي انتوا عايزينها، هحددها لكم كده ان شاء الله ونمشي بيها. بحبكم في الله. مع السلامه.